كارثة يا جماعة، والله العظيم كارثة بكل المقاييس. الأول سلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا احنا متعودين احنا بنجيب على طول بطيخ في فصل الصيف، على طول بنجيب بطيخ. فجوزي اشترى البطيخة دي من عند واحد احنا متعودين احنا نشتري منه. فطبعا أول مرة يحصل معانا الموضوع ده، أول مرة بصراحة نجيب بطيخ نلاقي البطيخ بيطلع صابون. ازاي مش عارفة. مسكت البطيخه ركنتها في الارض، اول ما جوزي جابها حطيتها في الارض، وبعد كده سبتها، ما قلنا مش يعني ما قطعتهاش في نفس اليوم. جيت لقيت صابون جنب البطيخه، فقلت ده يمكن الاولاد ولا حاجه عملوا كبوا مثلا، غسلوا حاجه او عملوا اي حاجه في الارض يعني. انا ما حطيتش في بالي، يعني ما تخيلتش في حياتي ان الصابون ده يكون طالع من البطيخ. فرحت مسحت بتاع الرغاوي بتاعت في الارض وكده، خرجت بره. رجعت لقيت رغاوي كتيره جدا في نفس المكان، فقلت ايه بقى، ده عفريت ده ولا ايه اللي بيجيب الصابون في الارض ده ولا ايه؟ والبطيخه كانت مكانها. فببص على البطيخه، لا رحت قلت لا ده لازم الموضوع ده كده فيه ان. مسكت البطيخه بشوف البطيخه، لقيت البطيخه هي اللي مطلعه الصابون. فقلت ازاي ده، لا والله العظيم ده انا لازم اصور بقى الحاجه دي، وعشان انبه الناس واحذرهم من الناس اللي ما عندهاش لا ضمير ولا اخلاق. الله اعلم البطيخه دي كانت محقونه ايه. انتوا شايفين البطيخه قدامكم، انا بمسح الرغاوي بتطلع تاني، يعني بمسح البطيخه فيها الرغاوي قدامك اهو بتطلع تاني، اقسم بالله ان الصابون ده طالع من البطيخه. يعني شايفين انا بمسح اهو قدامكم، هتلاقي الرغاوي طالعه تاني قدامكم. فانا قلت لا طبعا لازم احذر الناس ان لازم البطيخ الايام دي. وكمان عايزه اقول لكم على حاجه تانية، ان ريحه الصابون ده الرغاوي دي ريحتها كلور. انتوا متخيلين ان ريحتها كلور؟ انا اول ما دخلت الشقه لقيت الشقه ريحتها كلور، الصاله كلها ريحتها كلور. طب ازاي مش عارفه. يعني انا عايزه افهم يعني ازاي ان الرغاوي دي ازاي بتطلع من البطيخه، ايه اللي حقنينه في البطيخه؟ يعني مش فاهمه ازاي انا بمسح قدامكم وهي بتطلع قدامكم على طول. انا مش متخيلاها، يعني انا بصراحه اول مره اشوف حاجه زي كده. يا ريت اللي واجه اي حاجه زي كده وجاب بطيخ مثلا او يعرف معلومه عن الحاجات دي يقول لنا. انا ما رضيتش افتح البطيخه، لان احنا كده كده اصلا هنرجع البطيخه لصاحبها، احنا مش هنخليها في البيت، احنا هنروح نديله البطيخه، عشان كده ما رضيتش افتحها. فطبعا شايفين انتوا يعني ازاي المنظر ده، ازاي الناس ما بقتش عندها لا ضمير ولا اخلاق. وممكن ناس تجيبها وطبعا تفتحها على طول وتاكلها، والله اعلم كان ايه اللي هيحصل لهم لو كلوا البطيخه دي. او مثلا لو كان ايه اللي هيحصل لو احنا فتحنا البطيخه دي في نفس التوقيت وكلناها، ما كانش باين مثلا عليها حاجه، وفتحناها وكلناها، كان ايه اللي هيحصل؟ يعني يعني ما عايزه افهم، يعني فين طيب الضمير، فين الضمير وفين الناس اللي خلاص على كده كل حاجه بقى غشوها، علاج خضار فاكهه، اي حاجه بقت بتغش كده وتتحقن. مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. وخلوا بالكم يا جماعه من البطيخ الايام دي، وربنا يا رب يسترها علينا وعليكم. والسلام عليكم ورحمه الله.